بتشتغل كام ساعة في اليوم؟ 8، 12، يمكن 14 كمان. ومع كل ده حاسس انك مش ملاحق، حاسس ان مجهودك بيروح ومفيش نتيجة. طيب لو قلت لك اللي في ناس بتشتغل 4 ساعات بس وبيخلصوا اكتر منك، عارف ليه؟ علشان المشكلة مش في عدد الساعات، المشكلة في حدة المنشار. انت بتشتغل بكل قوتك، بس بمنشار حاد ولا بمنشار مكسر متهالك بياكلك قبل ما ياكل الشغل. الكتاب بيحكي عن راجل كان بيقطع شجرة من الفجر، عرقان تعبان ومش بيوقف لحظة. عدى عليه واحد وقال له: منشارك باين عليك كسر خالص، ليه ما تسنوش؟ الراجل وقف ثانية ورد بكل ثقة: مش فاضي، مشغول بقطع الشجرة. وانت هتفضل تقطع بمنشار مكسر ولا هتوقف لحظة تسنه؟ دي آخر محطة في رحلتنا مع العادات السبع، العادة اللي من غيرها كل اللي فات ممكن يضيع. العادة السبعة والأخيرة: اشحن المنشار. بس قبل ما نحكي عن العادة دي، تعالوا نرجع خطوة لورا، نفتكر رحلتنا سريعا مع العادات السبع. كن مبادرا، ما تستناش الظروف، انت اللي تبدأ التغيير. ابدأ والنهاية في ذهنك، اعرف بتجري ليه ورايح فين. الأهم أولا، مش كل حاجة مستعجلة تبقى مهمة، في حاجات أهم. فكر مكسب مكسب، مش لازم حد يخسر عشان تكسب. افهم أولا لكي تفهم، ما تحكمش بسرعة، اسمع بعمق. تكاتف، 1+1=10 لما نتعاون صح. بس ازاي تضمن انك ما ترجعش لعاداتك القديمة؟ ازاي تفضل محافظ على التقدم ده؟ السر في العادة السبعة. تعرف ان في دراسة حديثة بتقول ان الناس اللي بتاخد راحة منتظمة بتكون اكثر انتاجية بنسبة 23% من الناس اللي بتشتغل بدون توقف نون ستوب. يعني لما تريح انتاجيتك بتزيد. تخيل، مش العكس. تعرفوا مين من اذكى الناس اللي فهموا قيمة سن المنشار؟ الإمام الشافعي. زي ما قلنا كان بيقسم يومه لثلاث حتت: تلت للعلم وتلت للعبادة وتلت للراحة والتأمل. الشافعي ما كانش بيقول أنا بشحن نفسي، لكنه كان عايش بالمفهوم ده. وده الفرق بين الناس اللي بتقرأ عن النجاح والناس اللي بتعيشه. حتى ايلون ماسك رغم انه بيشتغل من 80 ل 100 ساعة في الاسبوع بيقول لازم تاخد بريك علشان تقدر تفكر بشكل ابداعي. ده مش كسل، ده استثمار في الانتاجية. سن المنشار يعني توقف، تراجع، تشحن وتطلع تاني بكامل قوتك. ما تبقاش زي الراجل اللي كان بيقطع الشجرة، كان مركز على الانتاجية اكتر من تركيزه على مصدر الانتاجية نفسه اللي هو جسمه والمنشار. فلو عايز تعيش بفاعلية بجد، هيكون عندك 4 جوانب لازم تهتم بيهم يوميا. خليك معايا علشان هيكون في تحدي. الجسد، لو عربيتك شطبت بنزين هتكمل زق بإيدك؟ جسمك هو وسيلة نجاحك، وأي خلل فيه هيأثر على شغلك، تركيزك، إنتاجيتك. وعلشان تحافظ عليه مش محتاج تعقد الدنيا، محتاج شوية حاجات بسيطة. نام من 7 ل 8 ساعات، اشرب 8 أكواب مية يوميا، امشي 30 دقيقة في اليوم، او حتى العب رياضه خفيفه في البيت. ما تتقلش في الاكل قبل النوم وما تدبهاش. مش هقول لك تاكل ايه وما تاكلش ايه، بس قلل الثلاثه دول: سكر، ملح، زيت. العقل، العقل اللي مش بيتعلم بيصدي. لو ما فتحتش باب لتعلم جديد، مخك هيشتغل بالنسخه القديمه وتبقى زي الكمبيوتر ما تحدثش من 10 سنين. اقرا لو حتى صفحتين في اليوم، اسمع برودكاست مفيد في الطريق والمواصلات. ما تعديش يوم من غير ما تعرف معلومة جديدة. الروح لو جاعت كل حاجة بتفقد معناها. ممكن تكون ناجح جدا من بره بس فاضي من جوه. حاول تصلي بتركيز، حط العالم كله ميوت وانت بتصلي. اقرأ ورد يومي حتى لو 5 آيات بس، تأمل فيهم. اقف في وسط زحمة يومك، تأمل في أكبر نعم ربنا عليك 3 دقايق وردد الحمد لله. هتحس براحة ما تتوصفش. العلاقات، مفيش حد بينجح لوحده. الناس اللي حواليك هم مرايتك، يا هيرفعوك يا هيغرقوك. اقعد مع أهلك ساعة من غير موبايل، ابعت رسالة أو فويس لحد بتحبه من زمان ما كلمتوش. ساعد حد في السر، اعمل لحد معروف بسيط من غير ما يكون مستني منك حاجة. جاهز للتحدي؟ تحدي سن المنشار 30 يوم، صدقني ممكن يغير حياتك للأبد. كل أسبوع ركز على بعد واحد من الأربعة، شوف تحب تبدأ بأنهي. جسمك، نام كويس، اشرب مية، امشي. عقلك، اقرأ، اسمع، اتعلم. روحك، صلي، اتأمل، اشكر. علاقاتك،
اتكلم، اقعد، شارك. ما تعملش كل حاجة مرة واحدة. كل أسبوع ركز على جانب واحد بس، وبعد 4 أسابيع هتكون إنسان تاني. فاكر أول لما بدأنا السلسلة كنت بتدور على طريقة تعيش بيها بفاعلية؟ دلوقتي انت معاك الخريطة. 7 عادات مش بس غيرت حياة ناس، دي غيرت مجرى التاريخ. دلوقتي الكرة في ملعبك، منشارك في ايدك، والشجرة قدامك. السؤال الوحيد، هتسنه ولا هتكمل بيه قطع وهو مكسر؟ عارف ايه اصلا الفرق بين الكفاءة والفاعلية؟ الكفاءة بتقولك ازاي تطلع الجبل بسرعة، الفاعلية بقى بتقولك انت طالع الجبل الصح ولا لا. ممكن تكون شاطر جدا في حاجة ملهاش اي لازمة، لكن لما تبقى فعال كل خطوة ليها معنى. دلوقتي لو وصلت لحد هنا معايا، ده معناه انك جاهز تبدأ. هطلب منك حاجتين. اولا اكتب لي تعليق، قول لي انا هبدأ اسن المنشار وهبدأ بالبعد رقم كذا. ثانيا ابعت الفيديو ده لحد تعب نفسه وناسي يشحنها، يمكن تكون سبب في تغيير حياته. وبعد شهر تعالى ادعيلي واحكي لي حياتك اتغيرت ازاي. صدقني اجمل قصص النجاح لسه مكتوبة في المستقبل. واخيرا حابب اشكرك انك كملت الرحلة دي معايا، واهلا بيك في بداية رحلتك الحقيقية.